الفيتا ماونت مكمل غذائي ومكون من العديد من الفيتامينات، والتركيبة اللي فيها معادن وكده هتساعد النوتي ان شاء الله ان هم يبيضوا في اقرب وقت. ما عليك بس اللي انت تلوي الحمام وتجوزه، تمام، وتدي في المية فيتا ماونت مرتين في الاسبوع، او لو عايز تدي في الفم مباشر بتدي سنتي او نص سنتي، تمام. لو عايز تدي في المية للحمام كله 5 سنتي على اللتر. ان شاء الله في اقرب وقت تلاقوا حمامكم بايض يا جماعة في اقرب وقت، وربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتنا وحبايبنا، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين دايما وبخير دايما يا رب. النهارده جاي اكلمكم عن مشاكل الحمام ما بيبيضش. الحمام بطل يبيض، الحمام بيتأخر في الانتاج، الحمام بقى فيه مشاكل، بقيت اجيب الحمام ويقعد عندي ما بيبيضش، تمام. بس انت ما جربتش معاه اي حاجة، ما جربتش معاه طرق ان هو تديله فيتامينات تساعد ان هو يبيض. جايب لكم النهارده حاجة من اهم الحاجات اللي بتساعد الحمام في عملية البيض، الا وهو الفيتا ماونت يا جماعة. فيه تركيبة عالية التركيز من الفيتامينات والمعادن، تمام. دوت بيساعد الحمام ان هو يبيض، يساعد النوت ان هي تبيض، يعتبر مكملات غذائية للحمام، تمام. ده انت لازم تستخدمه على الاقل مرة او مرتين في الاسبوع. الجرعة بتكون من 5 سنتي على لتر مية، لو عايز تضيف الفم مباشر للنوت من نص سنتي لسنتي في الفم مباشر، تمام. الفيتا ماونت يا رجالة بيتكون من فيتامين أ، فيتامين ك، فيتامين ج، حمض الفوليك، فيتامين ه، وفيتامين ب 1 و2 و3 وب 6 وب 12، وفي الزنك وفي المنجنيز وفي اليود، واهم حاجه في فيتامين د اللي ناقصه بيعمل مشاكل كتير للحمام وكده. فيتامين د يا جماعه فيتا ماونت بيرفعه، تمام. في مكون فيه بنسبه كبيره جدا يعني. سعر الفيتا ماونت يا رجاله 15 جنيه، تمام. يعني في المتناول ان شاء الله، هو 125 مللي، تمام تمام. وهوريكم دلوقتي انا هستخدمه ازاي. دوت لتر ميه، بصوا يا جماعه، مقوي عام وفاتح للشهية ومجموعة فيتامينات ومعادن، تمام. ده سعره في المتناول يعني، ده بتكون 125 مللي تقريبا. انت لا 120 مللي لو حطيت كل، يعني ممكن يقعد معاك ب6 شهور لو انت استخدمت مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع يعني، تمام. زي ما انتوا شايفين ده تقريبا 5 سنتي. معلش تكب مني شوية، معلش. بيبقى بالشكل ده، تمام. كنت عاوز افتح للحمام بس الجو متقلب زي ما انتوا شايفين، فنكمل بقية الفيديو ان شاء الله جوه في الكشك بتاع الحمام. يلا بينا. نحط لهم ميه، واللي بيفضل بحطه هنا. هما بيحبوا يشربوا من الفخار برضه، ده ما تقلقوش منه، بيضيع مع الوقت يعني، وما بيشربوا منه عادي. يلا نجيب لهم الاكل. زي ما انتم متعودين انا باكل في الصاج على طول.
طبعا الحمام ماكلش من امبارح. انا لازم كل يوم المسا دي يا جماعه لازم بغيرها، بفضي المايه اللي فيها واغسلها كويس واسيبها احضرها تاني يوم. تمام. ومش باكل مره واحده، يعني باكل مرتين في اليوم، ومش بحط كل الاكل الصبح، بحيث مثلا لو الحمام طار حبيت انزله اقدر انزله مثلا بالكلفه. الحمام لو حطيت له اكل بزياده وسبت الاكل هيعمل عليه زبله، والاكل اصلا هيبوظ وهيتعب الحمام جامد كمان. فانا بحط بقسم نص الاكل الصبح ونص اخر النهار. المفروض المية كمان بتتسبل يومين في الشتاء عادي لو هما ما عملوش فيها زبل، بس انا يعني بستحسن بغيرها برضه، يعني انا بمشي نفسي بنظام ان انا اغير المية كل يوم. طبعا بعد ما يخلصوا اكل بنضف الصاجة واشيلها تاني من قدامهم تاني واسيب لهم المية بس. هو الفيتا ماوت ان شاء الله يساعدهم في ان هما يبيضوا كده. ده بتحطه في مرحلة لقوا الحمام او الحمام يكون متأخر وكده. الفيتا ماونت كويس جدا، غير ان هو بيساعدهم في البيض، هو اصلا فيه فيتامينات بتساعد الحمام يعني في الجو اللي احنا فيه ده كمان. طبعا يا شباب لقيت الجو كويس زي ما انتوا شايفين، بعد ما اكلوا شلت لهم الصاجة، قلت بقى افتح لهم شوية في الشمس يتشمسوا، الجو لقيته اتظبط شوية يعني. تعالى نفتح لهم مع بعض. ولحد هنا يا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص ان شاء الله، واستنوني في الفيديوهات الجاية كلها ان شاء الله. وما تنسوناش باللايك بتاعكم الجميل، اللايك بتاعكم يوصل لأكبر عدد ممكن، وما تنسوش الاشتراك في القناة. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.